اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ صباح الفل على عيونكم. قبل ما نخش على الفيديو، قبل ما اقول لكم يوم هيبقى ماشي ازاي، يلا بقى ما تنسيش في اللايك والشير والسبسكرايب. وبقى دلوقتي زي ما انتم شايفين كده انا بحضر. ده كنت لسه صاحيه يا دوبك، مفيش يعني، لسه صاحيه من النوم. قلت اما اعمل فطار ليا وللبنات. البنات كمان كانوا صحيوا معايا، فقلت اما اعمل فطار لهم. فعملت ايه بقى؟ جبت بضايه وحطيت فيها زيتون وحطيت فيها وفلفل اسمر وملح. يعني انا مش حاطه في البيت الا زيتون حلقات، والزيتون بتاع البيتزا يعني، وملح وفلفل اسمر. وقمت جايبه الطاسه حطيت فيها حته سمنه بلدي، وقمت طشه عليها بقى البيض. وقبل ما البيض ما يستوي حطيتها في وشه كده جبنه موتزاريلا، وقمت حاطه عيش الشامي وراها على طول علشان الجبنه الموتزاريلا تلزق في العيش الشامي مع البيض. وقمت محمصه كمان العيش الشامي، بموت فيه بصراحه وهو متحمص بيبقى فظيع. حمصت كمان العيش الشامي في الجنب التاني بتاعه. و وبس ده كان فطارنا النهارده انا والبنات. عملت كمان للبنات رغيف تاني، وبس ما صورتوش بقى. وعملت طقم شاي ليا انا والبنات، بس شاي خفيف لان هم ايه، ما بحبش اشربهم قوي شاي. فعملت لهم شاي، هم كانوا عايزين يفطروا زي بالظبط. وهوريكم دلوقتي بقى احنا قعدنا كده مع نفسنا، قعدت اكلهم. وعملت زي ما انتم شايفين كده في ترابيزه برضك طقم شاي، بس شاي خفيف خالص يعتبر، مفيش شاي، لان ما بحبش قوي اشربهم شاي. بس هم عايزين يفطروا زي. ففطرتهم، وبعد ما فطرتهم دخلت بقى عشان اعمل الغدا. انا النهارده مش هقضي اليوم يعتبر في البيت، انا هقضيه في النادي. بس كنت عايزه اعمل غدوه بحيث ان انا اخدها معايا النادي، بس مش عايزه طبيخ والكلام ده. فقلت اما اعمل صينيه بيتزا كده حلوه. فعملت، جبت بقى الدقيق على حسب بقى مقاس الصينيه بتاعتي. جبت الدقيق وحطيت عليها شويه خميره وشويه ملح وشويه قصدي سكر، وعجنتهم بميه دافيه. تمام. وقمت سايباهم بقى ايه يتخمروا. انا هعمل صينيه على قدي انا ورودي، لان انا هودي رودي ايلن عند ماما. ف فعملت صينيه على قدي انا ورودي كده. فدلوقتي بقى قلت اما اقطع بطاطس. هعمل كمان بطاطس تحمير. ودلوقتي كانت البيتزا بتتخمر، وهقوم لابسه واقوم متوكله على الله. دلوقتي انا هاخدكم معايا ونروح النادي. قلت اما اتغدى هناك النهارده. كانت ماما والله المفروض كانت تيجي معايا، وقلت لها نتغدى هناك، فقالت لي ايه ماليش مزاج ان انا اروح، وهاتي لي ايلن. قلت لها خلاص مفيش مشاكل. وبصراحه ما بكدبش عليكم، انا ما بحبش اخد ايلن معايا النادي لان ما بقعدش. ما دام ايلن معايا ما بقعدش، بتفضل تجري وتروح وتيجي، وبصراحه بخاف لا قدر الله تقع، يحصل اي حاجه فتلاقيني بجري وراها نحله وراها. فعلى ايه قلت لها ماما لما قالت لي يا ستي انا ماليش مزاج اخرج النهارده، قلت لها خلاص اجيب لك ايلن. قالت لي اه يا ريت، بدل ما اقعد لوحدي هاتي لي ايلن. فودت لها ايلن، واخدت بقى نفسي انا ورودي كده، و وقمنا رايحين النادي. فدلوقتي زي ما انتم شايفين بقى، خلاص كانت الخميره بتاعت العجينه بتاعت البيتزا كانت بتتخمر. شوفوا بقى كانت اتخمرت، وكانت بصوا بتتفرد معايا كده زبده. بصراحه كانت بتتفرد معايا بكل سهوله. عايزه بقى تحطي في العجينه دي منكهات تانية غير انا ما حطيتش فيها اي منكهات. عايزه تحط لها مثلا شويه زعتر، عايزه تحط لها شويه كمون، شويه شمر، اللي موجود عندك عايز تحطيه في العجينه، بيدي طعم حلو جدا برضو. عايز تخلي العجينه مثلا سبايسي تحط لها حته تهريسه صغيره، اعمليها. فانا فردت بقى العجينه زي ما انتم شايفين كده في الصينيه، ومسكت شوكه وقمت ايه قعدت اغرز في العجينه. كنت بمسح الكاميرا معلش، يعني كانت الشاشه عندي كانتش متظبطه. ف مسكت بقى الشوكه وقعدت اغرس في العجينه. انا هعملها النهارده بحشو لحمه مفرومه معصجه. كان عندي ايه حته لحمه مفرومه كده صغيره، فقلت اما اعمل بيها البيتزا. انا ما عملتش ولا صلصه بيتزا ولا الهوا، جبت شويه كاتشب كانوا عندي وقمت حطاهم، وهنرش عليهم شويه زعتر، واحط عليهم اللحمه مفرومه معصجه، واحط عليها زي ما بقول لكم كده اللحمه مفرومه متعصجه وشويه الزيتون. وهقوم حطاها في الفرن لحد ما العجينه معايا تبدا تستوي كده وتبقى نص سوا. هقوم جايبه جبنه موتزاريلا وهقوم رشها في على الوش وبس.
اللي عندك بقى حطيه في البيتزا. والله لو عملتيها بمشكل جبن بتبقى فظيعه. شويه سوسيس، شويه سجق، شويه مثلا فراخ تشوحيهم كده بشويه بصله صغيره بملح وفلفل اسمر، بتبقى فظيعه. طبعا حشو البيتزا يعني ملهوش نهايه. فاللي موجود عموما عندك اعمليه. وحاطط زي ما انتم شايفين كده الزيتون. وهبدأ دلوقتي بقى ان انا احطها في الفرن. عندك شوية مثلا فلفل اخضر، فلفل الوان، اللي موجود عندك حطيها، مش هتقولك لا في اي حاجة، وبتبقى طعمها فظيع. كنت انا بقى حطيت الجبنه الموتزاريلا، كانت هي استوت قولي نص سوا كده، وحطيت عليها في وشها الجبنه الموتزاريلا، ودخلتها الفرن تاني علشان تسيح. دلوقتي بقى طلعت زي ما انتم شايفين. وهنا بقى زي ما انتم شايفين كده بقطعها، كانت خلاص طلعت من الفرن. وخلاص بقى كنت بلبس دلوقتي عشان ايه اتوكل على الله اروح النادي. فزي ما انتم شايفين بقى كده ببدأ ان انا بقى ارصها معاكم. و- والبطاطس كمان كانت خلصت، وبرضك هحطها في طبق كده بغطا زي ما انتم شايفين. بس هرش عليها بقى اللي هي التوابل اللي هي الشرق الاوسط، بتبقى فظيعه مع البطاطس. انا بجيب التوابل اللي هي الشرق الاوسط ديت من العطار، بتبقى بجد رهيبه مع البطاطس، خطيره. وبصراحه بحطها في حاجات كتير قوي، يعني التوابل اللي تروح حياتي كده من عند عطار مضمون، توابل اسمها توابل الشرق الاوسط. قولوا له كده هاتي مثلا ب10 جنيه، وشوفي طعمها في الاكل بيبقى طعمها عامل ازاي. فظيعه فظيعه فظيعه. دلوقتي بقى ظبطت كل حاجه وقمت لابسه بقى زي ما انتم شايفين كده، ورحت النادي. فدلوقتي بقى قلت مفرش معاكم بقى الاكل. انا كنت جايبه مفرش كده عشان خاطر انا بصراحه ببقى برضك مش ضامنه الترابيزه اللي احنا هنقعد فيها. فجبت مفرش سفره معايا، وقلت اما افرده. بس الهوا هناك روعه 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 بصراحه. الواحد معرفش ليه والله بيقعد في البيت. طب القعده بره حلوه وجميله والجو جميل، بس الواحد ساعات بيكسل. فالمهم فردت بقى البطاطس كنت جايبه بيبسي وانا ماشيه. وهبدأ بقى ان انا افرد الاكل علشان نتغدى. انا بس كنت انا وولودي بس. زي ما بقول لكم كان محمد عندي كان مسافر، ووالدتي ما رضتش تيجي، فبعت لها ايلن. فدلوقتي زي ما انتم شايفين بقى بفرد بقى الاكل، وشايفين بقى المطه، يعني الاكل كان لسه سخن كمان. ف وهنبدأ بقى اللي احنا ناكل. وصبيت البيبسي وظبطت الدنيا الحمد لله. والجو كان فوق الروعة بجد. الجو بره تحفة. في الشقة بصراحة الجو نار، جو نار. الجو بدأ يبقى صعب جدا. فبدأت بقى لنا ايه بابي شيء أحلى كتير. أوه. حلو. لا أوي. كان في عم مهم من الشارع بيعمل كهرباء، بس مش نزل. فين اللبس بتاعتي بقى؟ كل يلا كده. لا 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 مش متحركة. بس اللي انت فرشت بتاعي ده حلو أوي. ماشي. منظر البسين تحفة يا جماعة. طعمها أحلى والله من الكاتشب. يعني انت ما كنتش عايزة كاتشب؟ طعمها حلو يعني. ألف هنا ألف هنا. مش انت جاي عليك؟ ايه؟ مش جاي عليك؟ لا الشمس حلوة لما بتكون جاية هي جاية عليك. لا أنا عايزة أديك عليها. بحس كلام بقيت كده كل اللي أصفر. وهنا بقى رودي بقى قالت لي انا عايزه اتمرجح، فقلت لها ماشي. وكانت متفقه مع صاحبتها ان هي النهارده يروحوا النادي. فدي كانت صاحبتها، قعدت يلعبوا مع بعض شويه.
ويتنططوا يروحوا هنا وهنا، وانا طبعا كنت عايز نفسي اتمرجح معاهم، ما اكدبش عليكم والله العظيم. بس لولا العيبه والله. وقعدوا يتزحلقوا بقى في المراجيح والزحليقه ومش عارفه ايه، ويتنططوا ويلعبوا في استغمايه، وانا اقول يا بنت حسبي لا توقعي، واصوت شويه. فالمهم ايه، اليوم الحمد لله عدى على خير. وكل شويه رودي تيجي تشتكي لي مثلا من مش عارفه مين اللي عمل لها ايه، وموال موال موال. فالمهم بس فقعدت تتمرجح بقى هي وصاحبتها، ويجوا كل شويه ليا يقرفوني شويه، وبعدين ايه يرجعوا تاني، وبعد موال بقول لكم موال. ورودي بقى تجري زي ما انتم شايفين كده، هي تجري وهي تجري وراها، هي دي تجري ودي تجري وراها، يا بنت حسب لا تقع، يا بنت حسب مش عارفه ايه. طبعا مفيش كلمه بتسمع. جيت دهيت انا جايبه لها وافل، هي بتعشقه يا رودي. رودي تعال بالراحه بالراحه بالراحه، جايبه لك مفاجاه. بص ايه رايك؟ هناخد بقى ايه؟ خدي واو، ايه اللي في النص ده؟ اوريو اوريو اوريو، يلا امسكيها. قطعها، استني ما اقطعها لك اهو. استني معلمنا. انا ممكن بقى ايه؟ ايوه دي دي؟ اه، استني اصبري اصبري. هو ايه اللي حطيتها في النص؟ اوريو؟ امسكي بس بتاع ده ايوه. شطوره شطوره شطوره. شطورة أمورة، شطورة أمورة. يلا بقى. ماشي. اوكي. وهنا بقى قعدنا ناكل، بس صاحبتها كانت مشت، يعني احنا كنا الساعة دلوقتي قولوا 10، وكانت صاحبتها خلاص مشت، عشان كده كان انا وهي بس. لو كانت صاحبتها موجودة كانت طبعا تنورني وكنا ناكل مع بعضنا، بس للأسف كانت مشت. فقعدنا ناكل الوافل لحد ما كان محمد كان جالي عشان كان في سفر، فقال لي ايه طب انا خلاص ايه انا داخل عليكم اهوت واستنوني علشان يوصلنا وكده. فجبت لها بقى وافل، جبت لها الحاجات اللي هي حباها. تعالي ناكل بقى، كلي وبس كده. ده كان يوم النهارده. اتمنى لو ما تنسوش في اللايك والشير والسبسكرايب. يلا في حفظ الله.